السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنقدم 6 طرق للبطاطا. منهم الحلو ومنهم الحادق. ان شاء الله يعجبوكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تنزلوا تحطوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، ومتنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني الاشعارات بالوصفات الجديدة اللي هنزلها. طبعا احنا في موسم البطاطا وسعرها مناسب جدا ان انتوا تنوعوا في تقديمها. ان شاء الله نبتدوا الفيديو بقى كده ونشوفوا قدمتهم وحضرتهم ازاي. اول حاجة معايا البطاطا زي ما انتم شايفين حوالي 3 كيلو عشان نشكلوا مع بعض الطرق على راحتنا. اول حاجه بقول لكم ان انتوا تجيبوا البطاطا الحمراء، بلاش البطاطا اللي لونها اصفر دي، عشان مش مسكره او مسخه شويه عن الحمراء. فالحمراء دي هي اللي تمام يعني، ومعسله كده ولذيذه في كل الطرق الصراحه. دلوقتي اول طريقه هقدمها معاكم وهي اللي على البخار. انا بسويها في حله كده تكون الغطا بتاعها محكم، اهم حاجه عشان يكتم البخار جواها. وبرص كده البطاطا فوق بعضها عادي مفيش اي مشكله، بس الحجم الكبير بيكون من تحت والحجم الصغير او الرفيعه بخليها من فوق. زي ما انتوا شايفين كده، ما يعني من غير ولا ورق ولا اي حاجه خالص. بعد ما رصيتها كده كويس وظبطت كده الرصه بتاعتها، بحط عليهم نص كوبايه ميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، نص كوباية بس. وممكن تضيفي عليهم معلقة سكر زي ما انا عملت، عشان يعني لو هي مسخة شوية لا، يعني معلقة السكر دي بتحليها وممكن تستغني عنها. بحطها على النار، نار عالية. اول ما تبتدي تغلي معايا كده زي ما انتوا شايفين، بوطي النار خالص على نار هادية خالص وبسيبها، بغطيها طبعا وبسيبها مع نفسها. بتاخد بتاع حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بالظبط، وبتستوي بتبقى كويسة جدا. دلوقتي بقى هنخليها مع نفسها كده تستوي، وهنحضره تاني طريقة معايا ان شاء الله، وهي المشوية. النهاردة هشويها في الكيس الحراري، مش هشويها في الفرن، عشان تستوي في وقت اسرع. وكمان ولا تعمل بقى دخان ولا الكلام دوا، لا هتديني ريحة بطاطا كويسة مشوية، وكمان هتستوي في وقت بسيط جدا. اول حاجه ان انا بس برصهم كده، بس قبل ما برصهم بشكهم كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت الكميه اللي معايا حطيتها كده في الكيس ورصيتها، وبقفله كده بال الرباط الصغير الحديد ده اللي بيجي مع الكيس، الرباط بتاعه. وبفتح كده فتحتين صغيرين في الكيس بالسكينه عشان يخرج البخار في الفرن. بحطهم في صينيه، والصينيه بتفضل نضيفه ما فيهاش اي حاجه على فكره، بس الصينية دي لقيتها صغيرة فبدلتها بصينية أوسع عشان يتفردوا فيها وياخدوا راحتهم في الشوي. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما ظبطتهم كده في الصينية هدخلهم بقى في الفرن درجة حرارة عادي عالية، وياخدوا بقى مثلا حوالي نص ساعة كده وهتلاقوهم استووا في منتهى الجمال. دي بردك هنعمله بقى اللي هي البطاطا البشاميل. معايا كوباية لبن، معلقتين دقيق، معلقتين سمنة، ومعايا سكر، ومعايا كمان فانيليا. هنحضره بشاميل عادي جدا بس طبعا مسكر. تمام. بعد ما حطيت السمنة وسخنت كده معايا، بنزل عليها معلقتين الدقيق بدوبهم فيها كده ولحد ما ياخدوا، مش عايزاهم ياخدوا لون جامد، بس اول بكده ما تطلع ريحة كده الدقيق والسمنة مع بعضيهم، ببتدي ان انا اضيف اللبن. بضيف كوباية لبن ونص كوباية مية. ولو انتوا وصلتوا معايا للفيديو لحد الوقت ده يا ريت تحطوا لايك ما تنسوش، ولو لسه ما اشتركتوش تنزلوا تشتركوا حالا. بعد ما ضفت نص كوبايه الميه، نقطت كده شويه على البوتاجاز، هنبقى امسحهم. بقى اول ما يتقلوا كده شويه بضيف معلقه سكر او معلقه ونص على حسب طبعا التحليه اللي تحبيها. زي ما انتم شايفين كده بقول لكم ان هي تمام. اول ما لقيتها تمام والطعم كويس ضفت عليها باكيت فانيليا عشان يديني ريحه كويسه. دلوقتي البشاميل جهز، هبتدي بقى اوريكم نتيجة البطاطا البخار اللي انا عملتها معاكم في الاول. في منتهى الجمال، مستوية جدا ودايبة كده يعني. بصوا هي بتتفتح كده بالشوكة. بصوا انتوا طبعا ايه شايفين، مش يعني مش مستنيني ان انا اقول لكم قد ايه هي مستوية، لان هي يعني وصفة نفسها.
الصورة بتتكلم عن نفسها، ما شاء الله عليها في منتهى الجمال، بجد جميلة جدا. ودي اول حاجة خرجت معانا طبعا وجهزت، اللي هي على البخار السادة. وهطلع منها بقى ايه كمان، هعمل منها وصفة البشاميل. هاخد منها طبعا الكمية اللي انا عايزة اعملها بالبشاميل، هقشرها. وعلى فكرة عايزة اقول لكم ان دي بتبقى فيها فايدة عن المسلوقة، لان المسلوقة بتفقد من فوائدها في المية اللي بتسلق فيها. فدي بتبقى افضل، يعني لو انت هتقدميها لولادك حتى سادة من غير اي بشاميل ما بتاخدش وقت. بعد ما هرستهم بقى كده زي ما انتوا شايفين، ضفت عليهم شوية مكسرات لو موجود عندك، لو مش موجود خلاص. انا حطيت زبيب وحطيت لوز، وضفت عليهم معلقة سكر، وقلبتهم كويس مع بعض. ودلوقتي هنزل بيهم بقى كده في الطاجن اللي هقدم فيه البطاطا بالبشاميل، وهفرده كده جوه الطاجن. انا ما بحطش زبده ولا لبن ولا اي حاجه عشان ما تبقاش تقيله، كفايه البشاميل اللي عليها، اصلا البشاميل بيبقى تقيل. فهي كده بتبقى لذيذه قوي، وطعمها بيبقى في منتهى الجمال. وحتى البشاميل ولا بحط عليه بيض ولا بحط عليه زبده من على الوش ولا اي حاجه، هو بياخد لون وبيبقى جميل وشكله بيبقى مشهي جدا وروعه الصراحه. زي ما انتم شايفين نزلت عليه البشاميل بقى طبعا، ويا دوبك كده هزيته هزتين، هو الوش بتاعه اتساوى كده. دخلتها الفرن 5 دقايق من الفرن من تحت، وبعد كده شغلت الشوايه. خدت بقى اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده، مشهي جدا. وطبعا شكله خرافي الصراحه يعني. دي بقى الطريقه اللي احنا شويناها مع بعض في الكيس، سبتها تبرد لان هي كانت سخنه جدا. بخرج بقى كده منها بالماسك بوريكم بقى قد ايه هي مستوية. وده برضك طبعا طريقة من الطرق الستة اللي انا قلت لكم هنعملوهم مع بعض. قدمنا ام بشاميل والبخار، ودي المشوية السادة. بقول لكم مستوية، بصوا جميلة جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة لسه ما استوتش ولا حتة ناشفة لا، كلها اخده نفس السوا وما شاء الله عليها جميلة. ده طبعا الصنف الحادق للبطاطا اللي انا قلت لكم هنعمله منها الحلو والحادق. خدت منها 2 كده وقشرتهم، ودلوقتي هقطعهم معاكم صوابع صغيرة كده. واللي هي الصنف الحادق ده دلوقتي بيتقدم جنب البرجر في مطاعم. تقدر انتي بقى طبعا تقدميه لولادك كسناكس عادي وهم بيذاكروا، او عادي في نص النهار لو جعوا، هيعجبهم جدا. واللي بيحب الاكل اللي هو الحلو وحادق مع بعض، سويت اند ساور، هتعجبه جدا الوصفة دي. دلوقتي انا بقليها في الزيت، هي خفيفة بتطلع على الزيت كده على طول. زي ما انتوا شايفين بقليها في الزيت، وعادي اول ما بتحمر كده شوية بخرجها من الزيت، وبتبقى كده جهزت معايا بقى. ارش عليها ملح وبقدمها مع الكاتشب. زي ما انتوا شايفين كده خرجت بقى من الزيت، وقدمتها جنبها بقى كده سوسيرة فيها الكاتشب، ورشيت عليها ملح. الصراحة في منتهى الجمال وطعمها جميل جدا. ودي بقى الطريقة الحادقة للبطاطا. وقدمت معاكم بقى، جبته لكم دلوقتي بعد ما قدمتهم، اللي هي بالشوكليت. دي بقى انا قدمت عليها شوكليت في اول الفيديو، بحط عليها شوكليت وحطيت عليها كريسب شوكولات بردك. ودي بردك طريقة تانية قدمتها بيها، حطيت عليها بولة ايس كريم فانيليا، وكمان عليها مكسرات. ودي كمان اللي هي بالبشاميل اللي احنا عملناها مع بعض في منتهى الجمال كلهم. ودي اللي على البخار سادة، ودي المشوية السادة. يبقى كده معاكي 6 طرق تقدري تنوعي فيهم للبطاطا. احنا دلوقتي في الموسم، وتقدري تشكلي وتقدمي لولادك ولضيوفك كل الأصناف دي في منتهى الجمال، وسريعة وسهلة. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، واقول لكم بقى اشوفكم على خير الفيديو الجاي. اتمنى يكون الفيديو ده خفيف عليكم، واتمنى انا كمان اكون خفيفة عليكم، واكون مطولش عليكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تسيبوا لي رايكم في كومنت، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه لو ما اشتركتوش، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم الاشعار بالوصفات الجديده. باي باي.